لو لاحظتوا الفترة الأخيرة أفلام كتيرة جدا في هوليوود، أفلام كبيرة جدا ومشهورة وليها صيت وبتكون بلوك باسترز بتفشل في شباك التذاكر. فأنا حبيت في الفيديو ده أتكلم معاكم عن إيه هي الأفلام اللي بيحصل لها الموضوع ده، وليه أصلا أفلام كبيرة زي دي يجرالها الفشل اللي بيحصل ده. فتعالوا نتكلم عن الموضوع ده. واهلا بيكم في فليكس، القناه اللي بنتكلم فيها عن الافلام والمسلسلات والسينما. النهارده زي ما عرفتوا هنتكلم عن الحاله الغريبه اللي موجوده الفتره الاخيره في افلام هوليوود، البلوك باسترز تحديدا، اللي بتفشل بشكل كبير في شباك التذاكر. ايه الاسباب بتاعه الموضوع ده، وليه اصلا الشركات بتكون حاطه امل مثلا كبير على فيلم، لكن الجمهور مش بيحب ان هو يتفرج عليه او ما حبش ان هو يديله فرصه في السينمات. هديكم شويه اسباب مؤكده وصحيحه فعلا، وشويه اسباب انا شايف انها ممكن تكون لعبت دور في الموضوع ده. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، شايفين ايه رايكم في الموضوو ده؟ ايه الحاله الغريبه اللي بتحصل دي، وهيكون شيء عادي في المرات اللي جايه ينزل فيها بلوك باستر، ولا هي بس بتكون مساله preferences وبتكون مساله بس الجماهير عايزه تشوف ايه بالظبط؟ اكتبوا لي في الكومنتات رايكم، وما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان الفتره الجايه هنعمل فيديوهات حلوه جدا. ويلا نبتدي. في فيلمين السنة دي لدي سي فشلوا فشل ذريع في شباك التذاكر، وهما الفيلمين الوحيدين اللي نزلوا السنة دي. أول فيلم فيهم هو فيلم شازام 2. الفيلم ده كان من عالم الدي سي ايو القديم، اللي هما كانوا أعلنوا قبل ما الفيلم ده ينزل ان اصلا عالم دي سي ايو ده خلاص هيخلص. هو اوريدي كان متلخبط وفيه مشاكل كتير، فاحنا مش عايزين نكمل فيه، احنا هنبتدي في عالم دي سي يو جديد بعيدا عن الافلام دي. بس احنا هننزل في 2023 شويه الافلام اللي فضلنا من العالم القديم ده، فالافلام دي كده ملهاش لازمه. هو ده يعني هم طلعوا تصريح ده، بس ما قالوش كده الكلام بشكل حرفي، بس الكلام فاهم الجماهير كده ان الافلام اللي هتنزل دي. فده كان شيء خلى فيلم زي شازام 2 يبقى فيلم كده حاجة الشركة نزلتها بس تقضية واجب. اولا الماركتنج بتاعه ما كانش قد كده. فكرة اصلا ان الفيلم نفسه المراجعات بتاعته ما كانتش كويسة، الناس كانت بتطلع من الفيلم تقول ان هو عادي جدا، ما فيهوش اي حاجة جديدة، ما بيغيرش اي حاجة، ما بيعملش اي حاجة مختلفة او يونيك عشان تخليه ديفرنت. فده خلى الناس تبقى اللي هو انا ليه ادفع فلوس في فيلم زي ده؟ بجد هو ملوش لازمه، وفيلم يعني مش حلو اصلا، مش هستمتع بيه، فليه اتفرج عليه؟ وفعلا ده واضح جامد جدا في ارقام شباك التذاكر ان الفيلم ميزانيته 125 مليون دولار ويحقق 133 مليون دولار. طبعا ده رقم كبير جدا بالنسبه لنا احنا ناس طبيعيه، لكن بالنسبه للافلام كميزانيه زي دي طبعا لازم يربح اكتر من كده بكتير. ومن اللي انا سمعته ان ده اوطى رقم حققه فيلم الدي سي في السينمات لحد دلوقتي. فالفيلم فعلا فشل بشكل كبير في شباك التذاكر. وبعده برضو الدي سي هو فيلم ذا فلاش. طبعا فيلم برضو يعني هو مختلف شوية عن شازام، هو في العالم القديم بتاع دي سي يو، بس في مقومات تانية تماما كانت ممكن تخلي الفيلم ده يبقى اكتر شعبية واكتر شهرة ويكسب اكتر. اول حاجة ان هو كان هينهي العالم القديم ده وهيفتح كمان الباب للعالم الجديد، وعودة كمان مايكل كيتون لدور باتمان اللي كان عامله في الثمانينات. معانا كان في سوبر جيرل، وكان اوريدي واضح ان في كاميوز كتيرة جدا جاية، فكل الحاجات دي كانت مخليه ان الفيلم ده يعني الشركه تبقى حاطه فيه مجهود، واثقه فيه، حاسه ان هو هينجح. وانا اعتقد ان اسباب كده طبعا ازرا ميلر الفنان الاساسي اللي بيلعب دور باري الن، هو اولا مش فنان مشهور قوي قدام الناس كتير، وغير كده المشاكل اللي كان عملها والحاجات الوحشه قوي اللي كان عملها قبل كده خلت يا اما الناس مش عارفينه اصلا، يا اما الناس مش بيحبوه وكارهينه. تاني حاجة أعتقد هي فكرة إن الفيلم ده الكلام عنه كان وحش جدا. أنا عن نفسي ما اتفرجتش على الفيلم على طول أول لما نزل، بس شفت مراجعات سيئة جدا للفيلم، خفت فعلا إن الفيلم ده هو الدرجة دي وحش. اتفرجت عليه قلت إن هو مش بالسوء اللي الناس بتتكلم عنه، بس برضه هو مش حلو. أعتقد إن هما كمان يعني كان المفروض يحطوا مجهود فيه أكتر من كده. فأنا شفت إن هو فيلم مش حلو لكن مش بالسوء ده. فلما الناس تسمع مراجعات سيئة كده هتخاف تتفرج على الفيلم، مش تبقى عايزة تروح تدفع فيه فلوس. الفيلم ده كانت ميزانيته من 200 ل 220 مليون دولار، وحقق 263 مليون دولار، فطبعا خسارة سيئة جدا لفيلم ذا فلاش. وافلام دي سي عامة الثلاثة الاخرانيين فشلوا بشكل كبير في شباك التذاكر، ما عدا فيلم ذا باتمان اللي نزل السنة اللي فاتت كان حقق فلوس حلوة جدا.
فده يثبت لك ان مش افلام دي سي هي المشكله، هي المشكله في الطريقه اللي انتوا بتقرروا مثلا انكم تعملوا ماركتنج للفيلم. المفروض انكم تحطوا مجهود في حاجات معينه في الحاجات دي. بعد كده نخش على فيلم انيميشن اللي هي شركه بيكسار، طبعا اكبر شركه انيميشن هي وديزني شغالين دلوقتي. ولما بيكسار بتنزل فيلم يعني اعتقد ان هي بتكون حدث او حاله، او ده كان يعني زمان. بعد كده جت فترة كده بداية من السنة اللي فاتت الأفلام بتاعتهم ابتدت إنها تخسر شوية. نزلوا السنة اللي فاتت فيلم تيرنينج جد على ديزني بلس على طول. بعد كده فيلم لايت يير اللي نزل في السينمات فشل، وفيلم إليمنتال دلوقتي كمان فشل. السبب أعتقد دلوقتي إن الناس ما بقتش واثقة في بيكسار، لأن آخر كام فيلم ليهم ضعفة، ما كانوش أقوى حاجة. كانوا حلوين، في منهم كانوا حلوين بس ما كانوش أفضل حاجة. بس ما اعتقدش ان ده السبب الاساسي خالص. اعتقد ان السبب الاساسي في الفيلم ده هو التسويق بتاعه. انا الصراحه لو ما كنتش بعمل ريسيرش عن الافلام، ما كانش عندي القناه دي، ما كنتش هعرف ان في فيلم اسمه إليمنتال هينزل لبيكسار. فيعني التسويق كان ضعيف برضو الفيلم زي ده. بس هحاول اعرفكم ان ميزانيه الفيلم ده 200 مليون دولار. فكره ان انت تعمل فيلم انيميشن وفيلم مجرد فيلم رومانسي بسيط زي ده بالميزانيه الضخمه دي، برضو حاجة ممكن تكون مقلقة شوية، لان هو مش هيعرف يجيب كل الفلوس اللي انت متمنيها يعني منه. لكن الفيلم حقق 311 دولار. طبعا هتقولي ده مش اسوأ حاجة برضو، يعني حقق 100 مليون دولار. ممكن برضو الكلام يعني يبقى كده، بس هو مش ده اللي برضو انت بتبقى مستنيه من بيكسار، ولا هما بيبقوا متوقعينه من افلامهم اللي بينزلوها. بعد كده عندنا فيلم انت مان اند واسب كوانتم مانيا. ده اقل فيلم الصراحه على الليست دي، خسر فلوس بس مازال خسر، وكانوا متوقعين كمان ان هو هيجيب اكتر من كده. فيلم انت مان اند واسب كوانتم مانيا كان فيلم بيبتدي المرحله الخامسه لعالم مارفل، لكن الناس لما يعني نزل الفيلم ابتدوا يسمعوا مراجعات سيئه جدا عن الفيلم. انا شفت ان هو ما كانش بالسوق برضو ده، بس كان فيلم وحش. آه ف فده اول سبب طبعا، ان انت دلوقتي يعني شايف الناس بتتكلم وحش عن فيلم مش هتروح تتفرج عليه. تاني حاجة اعتقد ان احنا كمان عندنا في الوقت ده على الاقل الناس كانت خارجة من المرحلة الرابعة من مارفل، عندها شك، عندها خوف، هو افلام مارفل حلوة ولا لا. طب انا لما ينزل على ديزني بلس الناس كانت شايفة كده ان هو لا لسه شوية. ففيلم Guardians of the Galaxy فوليوم 3 كان اول ويك اند ليه ضعيف شوية، لكن تاني ويك اند لما الناس سمعت المراجعات الهايلة عن الفيلم على طول الرقم عالي جامد. فده ممكن يثبت النظرية شوية ان الناس بتستنى هل الفيلم ده حلو نسمع عنه كلام، ولا نستنى لما ينزل على ديزني بلس وبعد كده نبقى نتفرج عليه. الفيلم ده كانت ميزانيته 169 مليون دولار وحقق 516 مليون دولار، وده اقل خسارة هنا على الليستة. بس مارفل نفسهم كانوا متوقعين ان الفيلم يحقق اكتر من كده. اكبر خسارة لحد دلوقتي هتكلم عنها هو فيلم انديانا جونز اند ذا دايل اوف ديستني. الفيلم ده انا ما اتفرجتش عليه، وما اعتقدش ان في ناس كتير اتفرجوا عليه، وهتكلم عن الموضوع ده. بس حابب ابتدي بالارقام على طول. ده ميزانيته من 295 مليون دولار ل 400 مليون دولار. الارقام دي لما بتوصل مش بتبقى واضحه قوي، فيعني هو حاجه في الرينج ده. بس الاكيد ان هو حقق لحد دلوقتي 301 مليون دولار. طبعا الرقم ده اقل من فكرة ان هو مثلا لو ميزانيته 400 مليون دولار او حتى 600 مليون دولار، فهو الرقم ده قليل جدا بالنسبه لميزانيته. لو ميزانيته حتى كمان 295 مليون دولار فهو رقم قليل جدا. ده اكبر خساره في الافلام دي كلها اللي انا اتكلمت عنها. واعتقد ان الاسباب واضحه. اول حاجه ان اي حد مثلا اقل من سن 30 او الجيل بتاعي، مثلا انا الجيل اللي اكبر مني سيكا كده، مش هيبقوا مهتمين بفيلم انديانا جونز. انا الصراحه الشخصيه دي كنت اسمع عنها بس يعني ما كنتش عارف هي مين، ما كنتش عارف هي ايه. ولما الفيلم ده نزل اعلان عنه، نزل بوستر عنه، انا ما كنتش مهتم ان انا اتفرج عليهم اشوفهم او حتى اتفرج على الافلام القديمه، لان هي شخصيه بالنسبه لي قديمه، شخصيه انا ما اعرفهاش، ومش دايما احب ان انا اتفرج على فيلم قديم عن سني، بعيد عن سني بشكل كبير. يعني دي مش حاجه غلط، لا انا حتى لو عملت كده هلاقي ان الافلام دي حلوه انا عارف، بس مش دايما حاجه انا بروح اليها دايما. فدي هي المشكله، ان الاجيال والجماهير العامه دلوقتي انت اغلبيه اصلا المشاهدين بتوعك بيكونوا جنزي، الجنريشن الجديده اللي بتحب الافلام اللي بتتواصل معاها هي اكتر. فده من اسباب الخساره. تاني حاجه التسويق. انا الفيلم ده برضو يعني حاسس ان التسويق بتاعه كان ضعيف جدا، ما شفتش كده حاله عاملها، مع ان الفيلم ده المفروض ان هو مهم للسلسله وكده بيختتم الشخصيه. انا ما شفتلوش ماركتنج حلو قوي، فده ضعف الفيلم جامد. بس في النهايه من وجهه نظري انا شايف ان اكبر حاجه ضعفت الافلام دي كلها هو فكره ان التسويق كان ضعيف. يعني خلونا كده نشوف مثلا فيلم زي فيلم باربي.
الفيلم ده يعني هتتفرج عليه او مش هتتفرج عليه، انت اكيد شفت له اعلان، شفت له ماركتنج من اي نوع ومن اي شكل، سواء بقى تعاونات مع شركات تانية، سواء البومات، ترندات، حاجات كده. طبعا انا مش بقول ان اي فيلم لازم يعمل ماركتنج رهيب كده، لان برضو هنا الماركتنج كان له بادجت كبيرة. بس لو هتعمل ماركتنج حلو لفيلمك، هتحاول انك تظهر الناس الفيلم بتاعك ده ازاي هيقدر ان هو يبسطهم، هيعمل لهم ايه جديد، هيبقى مختلف بايه. لازم تعمل مجهود في الموضوع ده. بس ده رأيي انا شخصيا في الموضوع ده. انتوا كمان اكتبوا رأيكم في الكومنتات، هل شايفين ان اللي بيحصل ده شيء طبيعي، ولا لا لازم يعلوا شغلهم شوية في الماركتنج وكل حاجة تانية. وما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي عايزين نتكلم عن ايه الفترة الجاية. وسلام.